اسمه جمهور النادي الاهلي. عيب كل يوم تتشتم في قناة الغوازي، قناة نادي الزمالك كل يوم من مرتضى وانت ساكت. وليد العطار واتحاد الكرة لما زوروا الجواب اللي جايين من الاتحاد الافريقي، هل وليد العطار اتشال من منصبه؟ هل تعاقب؟ لسه موجود في منصبه ولسه بيتآمر علينا وعلى النادي الاهلي وانت ساكت. هاني ابو ريدة لما تآمر مع فوزي لقشع على النادي الاهلي في ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا السنة اللي فاتت، وشفت اللي حصل من الجماهير في المغرب هنا مع جماهير النادي الاهلي ومع الاداره ومعاك انت شخصيا، وكلنا على الشاشات شفنا المهزله اللي حصلت لجماهيرنا والمجلس ادارتنا وانت برضو ساكت. ولما اخذوا لاعبتنا ايام المنتخب ما كان بيشارك في بطوله افريقيا، والاهلي كان بيشارك في بطوله كاس العالم للانديه، وكنا محتاجين لكل لاعب فيهم، وجا طلع لنا وليد العطار على الشاشة ويقول لنا ليس كل ما يعرف يقال، وضحك عليك وضحك علينا وادانا بالقفا يا كابتن، وبرضو انت ساكت. ولما بعدها بايام المنتخب الاولمبي يكون معاه بطولة ودية ويطلع علينا مرتضى منصور ويقول لاعبتي مش هشارك في البطولة، وكل ده ليه؟ مع دوري عايز ياخد الدوري واخد الدوري وانت برضو ساكت. طب ما شفتش في ماتش الزمالك الاخير وزيزو وهو يبقى داخل منطقة الجزاء وبيتحايل على الحكم عشان يديله ضربة جزاء والحكم عمل نفسه من بينهم؟ طب ما شفتش برضو في ماتش الاهلي الاخير يا مؤمن سبحان الله، ما شفتش الحكم وهو بيدي محمود متولي الانذار عشان ما يلعبش ماتش الزمالك؟ اكيد شفت بس برضه ساكت. مرتضى منصور الاسبوع اللي فات بعد ماتش الزمالك والداخليه طلع يقول لي قدام الدنيا كلها سمعته، اتحاد الكوره ولجنه المنشطات والمسؤولين في الدوله طالع قدام الشاشات على قناه نادي الزمالك بيقول لعيبته بتاخد وبتتعاطى منشطات وبتشرب حشيش ونسوان. هل انت اتحركت؟ هل اتخذت اي اجراء؟ لا برضه ساكت. وما شفتش مساعدة الدولة لنادي الزمالك ومدوا بالفلوس عشان يجيب صفقات؟ طب ما شفتش اتحاد الكورة لما انت حبيت تجيب صفقات الموسم ده وحبيت انك تجيدها وجاء رفض وقال لك وطلع قرار مخصوص قال لك كل الاندية اللي عايزة تجيد صفقاتها لازم تدفع الديون اللي عليها، ورفض انه يجيد لك لعيبتك الا لما تدفع الفلوس اللي عليك او تجدولها. وعلى الرغم من ان نادي الزمالك ورئيسه طلع قدام الدنيا كلها يعلن افلاس ويشير افلاس ويقول احنا ما عندناش فلوس. طب حضرتك بتجيب الصفقات دي منين؟ طبعا من الدولة ومساعدة وزير الشباب والرياضة. طب ما شفتش وزير الشباب والرياضة وهو بيجتمع مع رئيس الاتحاد المصري ومرتضى منصور عشان الزمالك يجيد كل صفقاته من غير ما يدفع الديون اللي عليه لاتحاد الكورة؟ شفت كل ده وبرضه ساكت. الله يرحمك يا كابتن صالح، كنت محافظ على مبادئ الأهلي وأولها شخصية الأهلي وحماية الأهلي وجمهور الأهلي، كنت محافظ علينا وعامل لنا كرامة وعامل لنا هيبة، كنت بتنيم الكلاب دي كلها من المغرب، كنت عامل لنا وضع، كنت عامل لنا قيمة، كنت بتحمينا ضد أي اعتداء من أي حد. بس للأسف يا كابتن الهيبة دي ضاعت معاك والكرامة اتبحترت معاك وتقلبينا معاك، جينا ملطشت الناس وملطشت الجماهير وانت برضو ساكت. أنا من سنة فاتت بالضبط وبتاريخ 13/1/2022 على تويتر كتبت إن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عامل بالضبط زي راجل مكفي بيته وجايب لهم كل طلباته، بس للأسف مش قادر يحميهم. ويا كابتن احنا تعودنا في الصعيد اللي مش قادر إنه يحمي أهل بيته ما يبقاش راجل، وانت رئيس النادي الأهلي، رئيس أكبر نادي في أفريقيا، أكبر نادي في مصر. انت مش رئيس نادي، انت رئيس دولة، انت رئيس شعب. ايوه رئيس شعب. جمهور النادي الاهلي شعب مش جمهور، واسأل الاستفتاءات وهي تقول لك. انت اكيد عارف مين النادي الاهلي وعارف مين جمهور النادي الاهلي، بس شكلك نسيت او اتهددت. احنا القوة، احنا الاكتر. اضرب يا كابتن وما تخافش واحنا معاك، اضرب بقلب جامد واحنا معاك. احنا النادي الاهلي، احنا زعيم العرب، وارفع راسك فوق، انت الاهلي، احنا الاهلي. اضرب وما تخافش. 72 شهيد ماتوا في ده الاهلي، ولا خلاص نسيها؟ راحوا ورا الاهلي وما خافوش وقالوا احنا قدها وقديها. احنا الاهلي، احنا جهنم، احنا لهيبها، لهيبها اللي يحرق اي كلب يوقف في طريقها. اضرب بقلب جامد واحنا وراك، وان كنت خايف سيب.